كنت بشتكي من قرنية مفقودة، في زغللة في العين، الرؤية مش واضحة، النضارة كل شوية أحب أغير المقاس. أنا أحمد عبد النبي، كنت عامل عملية ترقيع قرنية. كنت بشتكي من قرنية مفقودة، في زغللة في العين، الرؤية مش واضحة، النضارة كل شوية أحب أغير المقاس. الكلام ده كان في 2021. اكتشفت الموضوع ده من قريب، فجيت عملت عملية تثبيت، وبعد كده عملت عملية ترقيع قرنية في مستشفى الدرة مع دكتور هشام. اه، كنت عامله في مستشفى تاني. هو بعد التثبيت يعني ما كنتش بتابع مع دكتور ولا حاجة، الدكتور قال لي ما قاليش إن أنا أتابع ولا حاجة، يعني أنا عملت العملية وخلاص كتب لي على العلاج، قال لي امشي عليه أسبوعين. وحسيت النظر قال لي بعد العملية بحوالي شهر كده ولا شهر وي. لا، العملية كانت مخدة موضعية، كانت سهلة. أنا ما خدتش وقت برضه، حوالي ساعة أو ساعة وربع. حضرتك أنا دلوقتي بقالي 3 شهور. لا، النتيجة الحمد لله، يعني الرؤية وضحت كويس عن أول فرق كتير، نزل كويس، والنتيجة الحمد لله كويسة. عرفت دكتور هشام عن طريق النت يعني. لا، خدمة ممتازة جدا، تعامل محترم جدا. هو برضه أنصح أي واحد بيعمل عملية ولا حاجة إن هو يتابع مع دكتور بعد العملية على طول، عشان العملية متطورش معاه أو ما يعملش بالعين.